السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة أولى ثانوي، طبعا هنخش في الدرس الثاني فلسفة. احنا قلنا حصة فلسفة وحصة منطق. نزلنا لك أول حصة في الفلسفة وشرحناها لك كاملة ونزلنا لك النظام بتاعنا. يا رب تكون فهمته. هتنزل في الديسكريبشن هتلاقي جروب التليجرام، وهتلاقي اللينك بتاع الفورم او اللي بنملى فيه البيانات بتاعتنا عشان نقدر نتابعك ونكلمك وتقدر تتواصل معانا، عشان لو عايز سؤال او عايز حد يتابعك زي المنصه. كل ده فشرحته لك الفيديو اللي فات وبشرحه لك تاني عشان انت عارفك عقلك ده اللي هيتعبني. ما علينا يا مستر، هنشرح ايه النهارده؟ هنشرح فلسفه. طب ايه الدرس التاني فلسفه بيتكلم عن ايه؟ قال لي يا مستر الدرس التاني فلسفه بيتكلم عن الفلسفه والدين والعلم، ازاي يربطهم ببعض، ازاي يربط الفلسفه بالدين، ازاي يربط الفلسفه بالعلم، ايه صله الترابط ما بينهم. اهو هنا الدرس بتاعنا النهارده بيفهمني ازاي يربط دول ببعض. تعالوا نبدا كده بسم الله ونشوف. يلا بينا. الدرس اسمه الفلسفه والدين والعلم، بيربط لك الثلاثه ببعض وبيقول لك ايه علاقه الفلسفه والدين في جزء لوحده، وايه علاقه الفلسفه وعلم في جزء لوحده. يعني الفلسفه هي الثابته. قال لي جميل قوي يا مستر. بيقول لك اولا الفلسفه والدين. بص ركز معايا، لا يوجد اي تعارض بين الدين والفلسفه، فالحق لا يضاد الحق. يعني ايه بقى الكلام ده يا مستر؟ يعني الفلسفه والدين الاتنين في نفس الاتجاه، الاتنين بيفكروا عشان يوصلوا للاله الواحد اللي هو الخالق اللي هو الله. الفلسفه بتساعدك ازاي تفكر اكتر وتقتنع اكتر وتآمن بالله اكتر، والدين بيديك الخطوات والقواعد والمناهج ان ازاي اآمن بربنا اكتر. جميل قوي يا مستر. معنى ذلك ان لا يوجد اي تعارض ما بين الفلسفه وما بين الدين. قال لي جميل قوي. حيث ان الحجه العقليه الفلسفيه داعمه للايمان. يعني الحجه العقليه الفلسفيه يعني التفكير في ايمانك بربنا، هي الفلسفه بتساعدك انك توصل لده. جميل قوي يا مستر. والاعتقاد الديني، وهما يلتقيان في معالجه موضوعات معينه مثل اصل العالم، طبيعه الوجود، طبيعه الانسان. دي الكلمه دي مش موجوده، مالكش دعوه بيها، كلمه زياده غلط في البي دي اف. قال لي ماشي، يبقى يا مستر الفلسفه والدين الاثنين بيبحثوا في كل الكلام ده. بعد كده عمل لي مقارنه ظريفه قوي قوي ما بين الفلسفه وما بين الدين يا مستر. ركز عشان الحته دي بيجي عليها اسئله كتير قوي 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 قوي. بيجي مثلا، مش احنا بنشرح لك الموضوع المنهج الهدف، يجي يديك مثال ويقول لك ده موضوع الفلسفه ولا موضوع الدين. طب ده هدف الفلسفه، قصدي منهج الفلسفه ولا منهج الدين؟ ركز عشان الحته دي مهمه قوي قوي قوي. قال لي جميل يا مستر. نبدا واحده واحده بالفلسفه. قال لي يا مستر موضوع الفلسفه او فكره الفلسفه او الفلسفه بتتكلم عن ايه؟ الموضوع، ركز معايا وباكد على الموضوع، تهتم بدراسه قضايا الانسان. ثانيه واحده اعمل لك القلم. قال لي يا مستر تهتم بدراسه الله ما علينا، تهتم بدراسة قضايا الإنسان المعرفية. قال لي ماشي يا مستر. والجمالية والبيئية والحضارية والعلمية. يعني إيه الكلام ده يا مستر؟ يعني بتهتم بكل حاجة الإنسان بيتعامل معاها. أي حاجة الإنسان بيتعامل بيها الفلسفة بص داخلة كده حشرة مناخيرها. البيئة بقى، الحضارة، الجمال، أي حاجة في الدنيا الإنسان بيتعامل معاها أو الإنسان ليه علاقة بيها الفلسفة حشرة مناخيرها فيها. جميل قوي يا مستر. الحقيقة الفلسفية حقيقة نسبية. يعني ايه نسبية؟ يعني متغيرة. يعني ايه نسبية؟ يعني متغيرة. قال لي جميل. الأوجه المتعدد للحقيقة الفلسفية ترجع إلى أولا طبيعة الموجودات، ثانيا اختلاف وجهات النظر الفلاسفة واختلاف الموضوع. يعني ايه اختلاف وجهات نظر الفلاسفة؟ يعني كل فيلسوف وكان ليه وجهة نظر وكان بيقولها. يعني عندك مثلا، تعال اقول لك مثال. ارسطو ادانا تعريف للفلسفه، بس الكلام ده مش عليك في المنهج، ده الكلام ده في الكليه لما تخش اداب فلسفه ان شاء الله، لو ربنا كرمك ودخلتها. لو دخلت الكليه دي يعني هتعرف ان كل فيلسوف عمل تعريف للفلسفه.
معنى ذلك ان كل فيلسوف ليه وجهة نظر مختلفة عن التاني، فبالتالي جاي حاجة عندي اسمها تعدد وجهات نظر الفلاسفة، كل واحد وليه وجهة نظر. ده موضوع الفلسفة. من الاخر كده بتهتم بقضايا الانسان، حضارية، جمالية، بيئية، اي حاجة الانسان بيتعامل معاها الفلسفة 10 مناخيرها فيها. قال لي جميل. الاوجه متعددة للحقيقة الفلسفية ترجع الى موضوع احنا نسأل دي. الحقيقة الفلسفية حقيقة نسبية. يعني ايه نسبية؟ يعني متغيرة. يعني احنا دلوقتي عارفين حاجة، ممكن بكرة او بعده نكتشف حاجة تانية جديدة عكس اللي احنا عارفينها اصلا. فعشان كده الحقيقة الفلسفية متغيرة مختلفة على مر الزمن. قال لي جميل قوي. رقم 3 الأوجه المتعدد للحقيقة الفلسفية ترجع إلى طبيعة الموضوعات، الحاجات اللي احنا عارفينها الطبيعية، اختلاف وجهات نظر الفلسفية. يعني ايه اختلاف وجهات نظر الفلاسفة؟ يعني كل فيلسوف وليه وجهة نظر مختلفة عن التاني. قال لي جميل قوي يا مستر. ده بالنسبة للإيه؟ للفلسفة. قال لي ماشي. ما هو اتعامل اهو. ماشي ما علينا. موضوع الدين تدور حول علاقة الإنسان بالله. إزاي الإنسان يقرب لربنا. قال لي جميل. وكيفية التقرب إليه بالعبادات والعقائد الإيمانية وعلاقته بالعالم المحيط به. يعني الدين بيعلمنا إزاي نقرب إلى ربنا أكتر ونؤمن بعقيدته أكتر وأكتر، وإزاي نآمن بربنا أكتر وأكتر. قال لي جميل أوي. الحقيقة الدينية حقيقة مطلقة، يعني ثابتة. ثابتة يا مستر. معلش بقى. ندخل على الفلسفة والعلم. قال لي الحقيقة الدينية يا مستر حقيقة مطلقة ثابتة، يعني مصدرها علو سماوي إلهي، يعني ربنا. احنا بنآمن بربنا. قال لي جميل قوي. وهي بذلك بعيدة عن أي شك. طبعا كلنا مآمنين بربنا وبالله الواحد، وغير قابلة للتعديل أو التطوير. يعني الدين ما ينفعش نشك فيه أو نطور فيه أو نغير فيه، هو ثابت، قواعد أساسية ما فيهاش اختلاف. جميل قوي يا مستر. كل ده موضوع الفلسفة وموضوع الدين. احنا بنتكلم عن الموضوع بس. تاني بنتكلم عن الموضوع بس. ده موضوع الفلسفة او فكرة الفلسفة او الفلسفة بتتكلم عن ايه، وده موضوع الدين، التقرب الى الله والايمان بعقيدته وكل الكلام ده. دخلنا بعد كده على المنهج او الطريقة قائمة على ما يفكر به عقل الانسان. كل ما في داخل عقل الانسان هو ده منهج الفلسفة. مش احنا قلنا ان الفلسفة بتعتمد على التفكير؟ يا مستر. كل ما يكون في عقل الانسان هي دي منهج الفلسفة. ماشي. العقل يحتل مكان الصدارة ويخضع كل شيء للحوار ولا يقبل شيء الا بالدليل العقلي. يعني ما ينفعش كده اقبل اللي انت بتقوله كده وخلاص، لا، لازم افكر فيه مرة واثنين وثلاثة واربعة عشان اقبل الكلام اللي انت بتقوله ده. ايه؟ قال لي ده منهج الفلسفة. قال لي منهج الدين بقى ايه؟ بيقول لي يقوم على الايمان بالعقيدة الدينية التي مصدرها الهي. قال لي يا مستر انا واخد بالي ان منهج الدين معتمد على الايمان. قال لي ماشي. التي مصدرها الهي، منزله من الله عن طريق الوحي الى الرسل والانبياء. المفكر الديني يستخدم المنطق والعقل في الفهم والتفسير والرد على الخصوم. يعني لو واحد جاي بينتقد ديني، انا بستخدم القرآن والدليل العقلي واثبت له ان انت غلط. وفي شيوخ كتير جدا اكيد بنسمعها وبنشوف فيديوهات ليها كتير، هم بينتقدوا ناس تانية وبيعلموهم الادب واحنا عارفين. قال لي جميل قوي يا مستر. قال لي الهدف بقى، الاتنين متحدين في الهدف، الاتنين زي بعض في الهدف. قال لي الفلسفة والدين يتحدان في هدف مشترك وهو ادراك الحقيقة. ان الاتنين يا مستر عايزين يوصلوا للحقيقة. الحقيقة ايه؟ سواء الدين او سواء الفلسفة.
قال لي كده يا مستر احنا خدنا موضوع الفلسفة وعرفنا ان هي بتهتم بقضايا الانسان او كل ما يتعامل مع الانسان الفلسفة حشرة مناخيرها فيه. بعد كده دخلنا على الحقيقة الفلسفية، حقيقة نسبية اي متغيرة يعني يا مستر. بعد كده دخلنا على الاوجه الحقيقية الفلسفية، طبيعة الموضوعات ودي عارفينها، اختلاف وجهات النظر للفلاسفة، ان كل فيلسوف وليه وجهة نظر. دخلنا بعد كده يا مستر على موضوع الدين، وقلنا ان موضوعات الدين تدور حول علاقة الانسان بربه. قال لي ماشي يا مستر، وكيفية التقرب إليه بالعبادات، إن أنا بتقرب لربنا إزاي بالعبادة، إن أنا أعبده وأصلي وأصوم وأعمل كل الكلام ده. وعلاقته بالعالم المحيط به. الحقيقة الدينية حقيقة مطلقة ثابتة يا مستر، ثابتة ما ينفعش أغير فيها. قال لي ماشي يا مستر، مصدرها ايه؟ علو سماوي الهي. قال لي يا مستر ده بالنسبه للموضوع. دخلنا بعد كده على المنهج، جينا في الفلسفه قال لك قائمه على ما يفكر به عقل الانسان، يعني كل ما يدور في عقل الانسان هو ده منهج الفلسفه. العقل يحتل مكان الصداره، يخضع كل شيء للحوار ولا يقبل الا بالدليل العقلي، يعني لازم تثبت لي وتاكد لي عشان اقبله ويخش دماغي. قال لي جميل قوي يا مستر. دخلنا بعد كده يقوم ده ايه؟ منهج الدين يقوم على الايمان بالعقيده الدينيه، لازم اؤمن بالعقيده او الاسلام او المسيحيه او ايا كان نوع الديانه ايه، التي مصدرها الهي منزله من الله، يعني الديانه دي نازله من عند ربنا، سواء الثلاث ديانات اللي احنا عارفينهم، عن طريق الوحي الى الرسل والانبياء. يعني الدين ده او العقيده دي بتنزل لي ازاي؟ عن طريق الوحي اللي بينزل الى الرسل والانبياء. جميل قوي يا مستر. المفكر الديني يستخدم المنطق والعقل في الفهم والتفسير والرد على الخصوم. قال لي لغايه هنا فهمنا موضوع الفلسفه والدين، فهمنا منهج الفلسفه والدين، دخلنا على الهدف او الاثنين بيسعوا عشان يوصلوا لايه؟ الفلسفه والدين يتحدان في هدف مشترك وهو ادراك الحقيقه. فيها مشكله لغايه هنا يا مستر؟ قال لك لا. جميل قوي يا مستر. قال لي التوفيق بين الفلسفه والدين. قال لي ان العلاقه بين الفلسفه والدين ليست صراعا مطلقا يا مستر، لا هي مش صراع. قال لي يا مستر هما بيتفقوا مع بعض، وده اللي هنعرفه قدام، لانها ليس كل الفلسفات رافضه للدين والايمان بالالوهيه. يعني الفلسفه مش بترفض الدين ومش بتعترف بربنا، لا دي هي بتعترف بالدين وبتعترف بربنا. قال لي جميل قوي يا مستر. ولم يتخذ الدين من كل الفلسفات موقفا سلبيا. يعني الدين بيقول لنا برضو على الفلسفه دي لا، يعني ما بيقولناش عليها ان هي وحشه، لا بيقول لك لازم تستخدم عقلك عشان تامن بالعقيده وتامن بربنا. ده مين اللي بيقول لنا كده؟ الفلسفه. قال لي جميل قوي. فمعظم الفلسفات توافقت مع الدين، يعني كل الفلسفات بقت متوافقه ومترابطه مع الدين. الشعراوي قعد 20 سنه بيدرس فلسفه. قال لي ماشي يا مستر. تتجلى الصلة بين الفلسفة والدين في حقيقتين هما الأولى الفلسفة والدين يلتقيان في وحدة جوهرية وهي معرفة صانع العالم. يعني الاتنين بيتفقوا مع بعض عشان يوصلوا لمين؟ لربنا. قال لي جميل. أي أنهما وجهان حقيقة واحدة، وجهان لحقيقة واحدة، يعني زي وجهان لعملة واحدة كده. فالفلسفة دراسة الموجودات للاستدلال بها على الصانع اللي هو الله. قال لي ماشي يا مستر. الثانية الفلسفة والدين يشتركان في غاية واحدة وهي تحقيق السعادة. حثت جميع الأديان السماوية على إعمال العقل. ليه يا مستر؟ في الكون لإدراك الخالق، معرفة الله، معرفة حقيقة النفس الإنسانية وعلاقتها بكل ما في الوجود. قال لي يا مستر معنى ذلك إن العلاقة بين الفلسفة والدين متوافقة مترابطة. قال لي جميل قوي يا مستر. مقام العقل في القرآن. لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه. يعني لازم عشان أخش في أي حاجة أستخدم ده هو المرجع الوحيد، ده اللي هيخليني أمشي قدام ولا لا. طبعا إحنا عندنا الدين هو رقم واحد، بس بعد الدين بينهي، يأمر أو ينهي، وده نستخدمه. قال لي جميل قوي. طالب القرآن الكريم بالاعتماد على الحجج المنطقية والبراهين العقلية للوصول إلى النتائج الصحيحة في قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. نموذج تطبيقي للتوفيق بين الفلسفة والدين ابن رشد. النموذج ده موجود في كتاب المدرسة ولازم تسمعه. كان محور جهود ابن رشد في دفاع عن الفلسفة يتمثل في عملية التوفيق بين الفلسفة
بين الفلسفه والدين. يعني كان جهود كل رشد وتعبه كله ان هو عايز يثبت للناس ازاي يوفق بين الفلسفه والدين. وقد الف كتابا مشهورا اسمه فصل المقال فيما بين الحكمه والشريعه من الاتصال. عمل لنا الكتاب ده اسمه فصل المقال فيما بين الحكمه والشريعه بين الاتصال من الاتصال. عمل لنا الكتاب ده كله عشان يعلمنا ازاي نوفق بين الفلسفه والدين، والذي يتضح من خلاله انها لا يوجد تعارض بين الفلسفه والدين. قال لي ليه يا مستر؟ لان هدف كل منهما هو الوصول الى الحقيقه. الاثنين يا مستر عايزين يوصلوا للحقيقه، زي ما خدنا الهدف بين الفلسفه والعلم، الفلسفه والدين، قال لك الاثنين هدفهما الوصول الى ايه؟ الحقيقه. ابن رشد عمل لنا برضو الكتاب ده وقال لنا الاثنين هدفهم الوصول الى الحقيقه. قال لي جميل قوي يا مستر. الدين الإسلامي حث المسلمين على التفكير وتعقل الأمور الحياة والوجود، وهو ما تسعى إليه الفلسفة أيضا. كده خلصنا الفلسفة والدين. دخلنا على تاني حاجة. قال لي يا مستر نفس المقارنة بس ما بين الفلسفة والعلم. نركز نركز نركز. خلصنا من الفلسفة والدين، مفيش أي مشكلة. نخش بقى على الفلسفة والعلم. بسم الله. قال لي يا مستر موضوع الفلسفة، بص ركز، كل يا مستر معنوي يا مستر مجرد. يعني الفلسفة بتفكر في كل حاجة. معنوية يعني معتمدة على التفكير. مش احنا خدنا في الدرس اللي فات ان التفكير معنوي مش مادي؟ معنوية معتمدة على التفكير. مجرد يعني واخدة كل حاجة لوحدها، بتفكر في كل حاجة وفي اي حاجة. قال لي جميل قوي يا مستر. الفلسفة تتناول الموضوعات الكلية المجردة من المادة. يا مستر مش سايبة أي حاجة إلا وداخلة فيها. وده لو هتفتكروا قريب جدا الكلام ده من الموضوع الفلسفة. شفت المقارنة بين الفلسفة والدين؟ قريب جدا الكلام منه. قال لي ماشي. هذه الموضوعات ذات طابع عام ليس لها طابع فردي. مثال دراسة مفاهيم الحرية والعدالة ودراسة القيم والمثل العليا كالحق والخير والجمال. قال لي يا مستر انا حاسس ان الكلام بيعيد نفسه. موضوع الفلسفه في المقارنه ما بين الفلسفه والعلم هو موضوع الفلسفه نفسه، واحنا بنقارن ما بين الفلسفه والدين. قال لي الكلام بيشبه بعضه بس هو بيحاول يفسر لك موضوع الفلسفه بطريقتين مختلفتين. قال لي جميل قوي يا مستر. نخش بقى على موضوع العلم. خدت بالك هو عمل لك هنا كل معناه مجرد. ركز بص، علمي جزئي مادي حسي. الفلسفة بتبحث في كل حاجة، العلم حاجات معينة. بناخد مادة البيولوجي بنركز على الأحياء، بنركز على الكيمياء. ده ايه؟ موضوع العلم. عشان كده قلنا لك جزئي. مادي يا مستر معتمد على التجارب يا مستر، لازم يمسك بإيده كده ويعمل تجربة ويحاول ويخش معمل. لكن الفلسفة لا، الفلسفة معتمد على العقل يا مستر، تفكير أشغل ده. قال لي جميل قوي يا مستر. حس يا مستر لازم امسكه بايدي واحسه يا مستر، مش مادي يبقى اكيد حس يا مستر. قال لي جميل قوي يا مستر. العلم يتناول الجزئيات الواقعيه. ده اللي احنا عارفينه اكيد ان العلم معتمد على الجزئيات ولسه قايلين الكلام ده. الماديه المحسوسه التي تخضع للمشاهده والبحث والتجربه. لازم يبقى في ملاحظه، لازم يبقى في مشاهده، لازم يبقى في تجربه. مش لازم امسك الحاجات بايدي. ده موضوع العلم. العلم معتمد على التجارب بحت، لكن ده معتمد على ده العقل، اشغل دماغي. قال لي جميل يا مستر. مثال دراسة الصوت والضوء والحركة والتفاعلات الكيميائية وطبقات الأرض. كل ده احنا عارفينه يا مستر وجميل قوي. قال لي يا مستر ده موضوع الفلسفة وده موضوع العلم. نخش بعد كده على منهج الفلسفة ومنهج العلم. قال لي بص يا مستر وركز. منهج الفلسفة عقلي تأملي تحليلي. عقلي معتمد على العقل يا مستر، واحنا ما نقدرش نختلف في الكلام ده. قال لي تأملي بيعتمد على التأمل، بيفكر في أي شيء وفي كل شيء. إزاي أستخدم الفلسفة أو المنهج أو الطريقة اللي أنا بستخدمها في الفلسفة؟ التأمل. قال لي تحليلي بحلل كل شيء وأي شيء، بحاول أفسره وأعمل له تفسيرات وأحط له كده أسباب. قال لي جميل أوي. عقلي لأن العقل وسيلة المعرفة عند الفيلسوف وليس الحواس. قال لي يا مستر هو العقل بيستخدم عقله ويفكر في الحاجات اكتر ما بيستخدم حواسه زي العلم، زي ما هنشوف دلوقتي. اتقل. تأملي يعتمد على رؤية الفيلسوفة الخاصة به.
يعني كل فيلسوف وليه وجهة نظره لوحده زي ما خدنا في الفلسفة والدين. قال لي ماشي. تحليلي يحلل وينقد ليصل إلى الجذور الأولى للمجهول، وهو ينقد آراء السابقين ويبين مواطن القوة والضعف. قال لي يا مستر لو الكلام غلط بينقدوه ويقول لك ده صح ده غلط. قال لي مثال: اعتماد سقراط على العقل وتحليل الألفاظ وردها إلى معانيها الأصلية لمواجهة مغالطات السوفسطائيين. قال لي يا مستر جه أرسطو، حكاية السوفسطائيين دي لازم تسمعها، حكاية حلوة أوي ومهمة أوي وهتفيدك. كان في واحد سوفسطائي. السوفسطائيين دول إيه؟ أو إيه فكرتهم؟ هقول لك. أول حاجة السوفسطائيين دول بيقلبوا الحق باطل والباطل حق، المهم ياخدوا فلوس. فجي واحد سوفسطائي كبير معلم، جاله إيه؟ واحد قال له علمني السفسطة، علمني إزاي أبقى سوفسطائي. قال لي مش أنت بتجيب فلوس وبتعرف تقلب الحق باطل والباطل حق؟ قال لي اه. يبقى خلاص علمني السفسطه وانا عايز ابقى ايه؟ سوفسطائي زيك. قال له جميل قوي. تعالى. خده من ايده، قعد يعلمه السفسطه وقعد يفهمه وفهمه كل حاجه وعرفه الشغلانه دي ازاي. قال له بص الشغلانه دي بتعتمد على التلاعب بالالفاظ، ان احنا بنقعد نلعب بالالفاظ ونستخدم دماغنا ونحاول نفكر في حلول واسباب، وبنقلب الحق نخليه باطل والباطل نخليه حق. قال له جميل قوي. فجه المهم قال له طب ماشي مش انت هتعلمني؟ قال له اه. فقال له المفروض تاخد فلوس، المعلم هياخد فلوس من الطالب بتاعه. قال له جميل قوي. طب قال له اخد فلوس ازاي؟ اول قضيه لو كسبتها هديك فلوسك، لو خسرتها مالكش عندي حاجه. فجه علمه والواد مشي وراح يشتغل، وبص يعني خلاص بقى بعد عن السوفسطائي ده خالص. الطالب بعد عن السوفسطائي. فجه المهم قال له ايه؟ السوفسطائي مش عارف ياخد فلوسه من الطالب، سابه وقعد عنده فتره شهر 2 3 ما ادالوش حاجه. فجه السوفسطائي رفع قضيه على الطالب ان هو ما خدش فلوسه. قام الطالب قايل له ايه؟ لو انا كسبت القضيه هتحكم لي ان انا مش هديك حاجه، لو انا خسرت القضيه الاتفاق اللي ما بيني وما بينك ان انا اول قضيه هخشها هخسرها برضو مش هديك حاجه. خدت انت بالك؟ هو استخدم دلوقتي عقله وتلاعب الفاظه. ان هو استخدم في الاول هو كان فيه جذور سفسطه، هو الواد برضو كان دماغه شغاله، استخدم تفكيره ان هو قال له ايه؟ مش احنا اول قضيه هخشها لو كسبتها ايه خلاص هديك فلوسك، خسرتها مش هديك. فيتقوم اول قضيه يعملها يرفع القضيه على الطالب ده. وطبعا الواد شغل دماغه، قال له لو المحكمه حكمت لي ان انا خلاص مش هديك فلوسك، ان انا خلاص كسبت القضيه خلاص فانت مالكش عندي حاجه، ولو انا خسرت القضيه والمحكمه حكمت لك ان انت تاخد مني فلوس، الاتفاق اللي ما بيني وما بينك ان انا لو خسرت اول قضيه مش هتاخد مني حاجه، ففي الحالتين مش هتاخد مني فلوس. هم دول السوفسطائيين. جه بقى سقراط استخدم العقل والتفكير في ان هو ازاي يحارب الناس دي ويخلي الحق حق والباطل باطل. انا حكيت لك شويه كده على السفسطه اللي هم مين دلوقتي، اللي هم المحاميين من الاخر كده. المحاميين اللي هم دلوقتي واحد يكون قاتل يدخلوه يلا خرجوا من القضيه، هو قاتل وظالم خرجوا بقى من القضيه. هم دول السوفسطائيين. فانت لو تعرف حد محامي قول له انت سوفسطائي يلا. نخش بعد كده. ده ايه؟ منهج الفلسفه. منهج العلم بقى ايه يا مستر؟ قال لي حسي تجريبي. اكيد يا مستر مش بيعتمد على التجربه، يبقى لازم نحسه. تجريبي معتمد على التجربه. يعتمد على المشاهده والملاحظه وفرض الفروض والتحقق من الفروض تجريبيا. والله انا دلوقتي هفرض فرض، بعد ما افرض الفرض ده اخده على حمله تجربه، نجحت هوبا خلاص هو ده، ما نجحتش خلاص نجرب فرض غيره. قال لي جميل. للوصول الى القانون العام. يبقى انا حطيت فروض، طبقت الفروض، ده المنهج بتاع العلم. حطيت فروض، طبقت الفروض دي، نجحت بقت قانون عام، ما نجحتش اجرب فرض غيره لغايه ما اوصل لقانون عام. ده منهج العلم. مثال: اشار ابن الهيثم الى منهج يبدا فيه بدراسه الجزئيات للوصول الى الافكار العامه اللي هي القانون العلمي. نخش على هدف الفلسفه
وهدف العلم. قال لي هدف الفلسفة هو البحث عن العلل البعيدة. لو خدت بالك خدنا العلل البعيدة دي في الأسلوب الفلسفي، والمبادئ الأولى والأسباب الغير مباشرة، ده هدف الفلسفة. مثال: لم يكتفي الفيلسوف بوجود الجاذبية الأرضية والتي اكتفى بها نيوتن، ونجد الفيلسوف يسأل لماذا توجد جاذبية أرضية. شفت الفيلسوف تفكيره لغاية فين؟ بيفكر في أصول الأشياء. بعد كده دخلنا على هدف العلم. قال لي هدف العلم هو البحث عن العلل القريبة. فاكر الأسلوب العلمي؟ الأسباب المادية المباشرة. خدنا الكلام ده في الأسلوب العلمي، بربط لك المنهج ببعضه. لازم تعرف إن المنهج مترابط، والمدرس الشاطر هو اللي هيقدر يربط لك الأول بالآخر. مثال: نيوتن يسأل كيف تسقط التفاحة من الشجرة إلى الأرض فتوصل إلى قانون الجاذبية. هنا اكتفى بقانون الجاذبية بس. هنا هو ليه أصلا موجود قانون جاذبية؟ ده عايز علل بعيدة، أصول الأشياء. ده عايز يوصل إلى القريبة، الأسباب المباشرة. قال لي جميل قوي يا مستر. دخلنا بعد كده على طبيعة الحكم. دي مش موجودة في الفلسفة والدين. قال لك الحقائق الفلسفية ذاتية متغيرة. ليه ذاتية متغيرة؟ لأن احنا عندنا مش قلنا كل فيلسوف له وجهة نظر، فعشان كده نسبية متغيرة يا مستر. قال لي جميل. حيث تتعدد آراء الفلاسفة ووجهات نظرهم حول الموضوع الواحد، وذلك حسب خبرات كل فيلسوف. الكلام ده كله بيلخص ان في كل فيلسوف له وجهة نظر. مثال: مفهوم الخير عند بروتاجوراس. بروتاجوراس ده مؤسس السفسطة اللي احنا لسه متكلمين عنها من شوية. نسبي متغير وهو ما يحقق منفعة الفرد فيه، ولكن سقراط رفض تلك الرؤية النسبية النفعية كالخير، وأكد على الخير والفضيلة واحدة ثابتة لا تتغير. بروتاجوراس ده كان بيقول لك ايه؟ والله اللي فيه المصلحة هو ده اللي هنخش فيه، بقى باطل خير بقى ماليش دعوة. سقراط قال لك ايه؟ لا، اللي فيه الخير هو ده اللي هنكمل فيه، ملناش دعوة اذا كان باطل، ملناش دعوة بالباطل، اللي فيه الخير والحق هو ده اللي هنكمل فيه. بروتاجوراس قال لك اللي فيه المصلحة واللي فيه فلوس هو ده اللي هنكمل فيه، باطل حق بقى مش مشكلة، المهم نكمل فيه. طب طبيعة الحكم بالنسبة للعلم. قال لك الحقائق العلمية موضوعية ثابتة. مش بقى عندنا قانون علمي خلاص هو ده ثابت يا مستر هنمشي بيه ما ينفعش يتغير. قال لي ماشي. فلا مجال لاختلاف العلماء لأن مرجعهم واحد هو الواقع والتجربة. مثال: يجمع العلماء على الحقيقة العلمية التي ثبت صحتها تجريبيا، ومنها أن الأكسجين يساعد على الاشتعال. بس كده يا مستر، أكسجين يساعد على الاشتعال، قانون ثابت مش هينفع أغير فيه. قال لي ماشي يا مستر. التكامل بين الفلسفة والعلم. الفلسفة والعلم بيكملوا بعض. هنا لا، أنا مش عايز كده بقى. هما دلوقتي بيكملوا بعض، حاجتين مع بعض بيوصلوا لهدف واحد، لكن الفلسفة والدين بيتوفقوا مع بعض. لكن هنا بينهم علاقة تكامل، هناك توفيق. يتضح مما سبق أن بين الفلسفة والعلم اختلاف، ولكن لا يوجد خلاف. هما مش مختلفين، هما في اختلاف ما بينهم ولكن مش مخالفين في الرأي. قال لي جميل قوي. أو خصومة أو انفصال بينهما، وليس كل طرف بديل للآخر أو منافس له. فالفلسفة والعلم يشتركان في الكشف عن الحقائق في الوجود أو حقائق الوجود. الفلسفة تتناول الجانب المعنوي وتهتم بالقضايا التي ما زالت مجال بحث ومناقشة وقبولها أو رفض. أما العلم يتناول الجانب المادي، التجربة يا مستر، عايز أجرب وأحاول، ويهتم بالقضايا والموضوعات والتي جدال عليها ويحكمها قانون علمي ثابت متفق عليه. مثال: الثورة العلمية في مجال الطب مثل زرع الأعضاء وتحقيق حلم الإنجاب بالتلقيح الاصطناعي أتاح المجال الدخول الفلسفة لمناقشة الإشكاليات الأخلاقية لمصاحبة لهذه الإنجازات العلمية. خلي في علمك الحتة دي هيبقى عندنا درس كامل أو موضوع كامل في الترم الثاني. قال لي ماشي يا مستر. كده احنا خلصنا الفلسفة والدين والعلم. مش هشرح لك التفكير النقد والتفكير الابداعي دلوقتي، هخليه لك في المره الجايه. هحل لك دلوقتي على الفلسفه والدين والعلم عشان تعرف ازاي تحل عليهم. طبعا الPDF بتاعنا موجود في جروب التليجرام اللي هتلاقي اللينك بتاعه في الوصف. بعيد تاني واقول لك مره واثنين وثلاثه عشان انت حمار وغبي وانا عارفك. يلا بينا. بيقول يا مستر ولد
ولد بعد 20 عاما من وفاة ابن سينا، رأى أن هذا قد أعطى للفلسفة قوة ومنزلة بالنسبة لعلم الكلام لم يكون لها من قبل، فرأى فرضا عليه أن ينتدب نفسه للرد على الفلاسفة وأن يسن عليهم حربا ولا هوان فيها، وكان على هذا قادرا. تشير العبارة السابقة إلى مين اللي وفق ما بين الفلسفة والدين؟ ابن رشد. بس خلاص. بعد حمد الله الواجب والصلاة على جميع رسله وأنبيائه، فإن الغرض في هذا القول أن نبين مراتب الأقاويل المثبتة في كتاب التهافت في التصديق والإقناع وقصور أكثرها عن مرتبة اليقين والبرهان. شو العبارة السابقة إلى برضو ابن رشد. احنا ما عندناش في المنهج غير ابن رشد، يبقى هو ده اللي عندنا بس كده. يقول غوستاف آخر ما وصلت إليه الفلسفة إنه لا قدرة للعقل حتى الآن على فهم أسرار العالم. يعني العالم الفلسفة إنها لا قدرة للعقل حتى الآن على فهم أسرار العالم، يعني الفلسفة مش قادرة تفهم العالم كله بأكمله. هو بتبحث في كل شيء وفي أي شيء بس مش قادرة تجيب كل العالم. قال لي ماشي. تشير المقولة إلى وجود علاقة بين الفلسفة والدين من حيث، قال لي يا مستر إن هنا لا قدرة للعقل حتى الآن على فهم أسرار العالم، يعني الفلسفة بتقول لك إن العقل ده مش هيقدر يفهم أسرار العالم كله، ولكن هي بتبحث في كل حاجة. قال لي العلاقة بين الفلسفة والدين من حيث الكلام ده هدف، غاية، منهج، موضوع. الغاية أو الهدف واحد، يبقى الإجابتين غلط. ما هو الغاية هي الهدف. قال لي يبقى يا مستر منهج يا موضوع. احنا قلنا ان الموضوع او الموضوع الفلسفة ان هي تبحث في كل شيء يا مستر. قال لي جميل قوي. ومنهج الفلسفة ان هي بتستخدم العقل او التفكير في ان هي تبحث في كل شيء. قال لي جميل قوي يا مستر. وهنا بيقول لك اخر ما وصلت اليه الفلسفة ان لا قدرة للعقل حتى الان على فهم اسرار العالم. يعني الفلسفة بتقول لنا ان العقل مش قادر يفهم كل اسرار العالم. ده في موضوع الفلسفة ولا منهج الفلسفة؟ قال لي الموضوع يا مستر. مش هي الفلسفة بتبحث في كل حاجة؟ بس هي مش قادرة تسيطر على كل حاجة. قال لي جميل يا مستر. قد كان فقيها ومتكلما وصوفيا ومتجرا في الدراسات الفلسفية، فرأى أن القدرة أعده ليكون الرجل الذي يربح المعركة الفاصلة ضد الفلاسفة والفلسفة، وقد كان يحس فعلا بهذه الرسالة التي يجب أن يتضلع بها دون تريث. تشير العبارة السابقة إلى ابن رشد. بالنسبة لكابلر، إن الفلكي صاحب النظرة الفلسفية الكلية لا يستبعد معه الاعتقاد في وجود إله خالق أو انسجام إلهي في عالم كل الأشياء. تقسم المقولة أكيد الفلسفة والدين يا مصر. بربط دلوقتي التفكير في وجود الله، يبقى على طول فلسفة والدين. البحث في تساؤلات عن سبب وجود العالم كله. تشير العبارة السابقة إلى موضوع دين. غلط يا مستر. سبب وجود العالم وعندي تساؤلات، يبقى هو كده بيتكلم عن الفلسفة. قال لي طب موضوع الفلسفة ولا منهج الفلسفة؟ قال لي موضوع دين منهج دين، الاتنين غلط. غاية الدين غلط، يبقى موضوع الفلسفة يا مستر. على طول بنجز، انا بجيب من السؤال مفتاح الحل على طول. قال لي جميل يا مستر. ولد هيراقليطس عام 540 قبل الميلاد. جميل قوي. يعتبر من الفلاسفة اللوغوس اللي هو العقل، وهو معروف بفكرته العظيمة الصيرورة، أي التغير المستمر وعدم الثبات. قال لي يا مستر انا فاكر بالي ان كان بقول لك يعني هذه نظرة الموضوع الفلسفة ثابتة ولا متغيرة؟ قال لي يا مستر انا فاكر ان هي كانت نسبية، يبقى نسبية متغيرة. قال لي يقينية مطلقة. يقينية مطلقة يعني ثابتة تبقى غلط. قال لي موضوعية عميقة. قال لي غلط. ذاتية نسبية. قال لي ايوه يا مستر. جميل.
جميع ما تم انتاجه من اعمال ومؤلفات في الفلسفه من قبل العلماء والمفكرون المسلمون ضمن اطار العالم للثقافه العربيه والاسلاميه وتحت قبه عظيمه وشامله هي الحضاره الاسلاميه، تجسد المقوله السابقه العلاقه بين. قال لي يا مستر انا واخد بالي ان هو ذكر الفلسفه ومؤلفات في الفلسفه وقبل العلماء والمفكرون المسلمون، يبقى رابط الفلسفه بالدين، دين والحاد، يبقى الفلسفه والدين هي يا مستر. يقول الفيلسوف الامريكي رويس ان الانسان المتفلسف حينما يفكر تفكيرا نقديا في كل ما تنطوي عليه الحياه من اهواء وعقائد وشكوك، فهذه مهمه الفلسفه بعينها، فهي معنيه بتحليل الحياه ورسم الصوره المثلى لها. تتضع المقوله الفلسفه من حيث، يقول لي يا مستر هنا جه الفيلسوف رويس ده قال لنا ان المتفلسف حينما يفكر تفكيرا نقديا كل ما تنطوي عليه الحياه من اهواء وعقائد وشكوك، فهذه مهمه الفلسفه بعينها. قال لي يا مستر ده موضوع الفلسفه ولا منهج الفلسفه؟ يا مستر انا غايه في الغايه والهدف بعاد قوي، هو ما قاليش، احنا عارفين كده كده ان الهدف الفلسفه والدين الاثنين يشتركوا في ادراك الحقيقه. قال لي جميل قوي، يبقى نستبعد الغايه والهدف، يبقى يا اما منهج الفلسفه يا اما موضوع الفلسفه. جميل. قال لي يا مستر حينما يفكر تفكيرا نقديا في كل ما تنطوي عليه الحياه، بيفكر في كل ما تفكيرا نقديا، قال لي يبقى بيستخدم عقله، يبقى موضوع؟ لا، هو احنا قلنا المنهج ان هو بيستخدم عقله في الوصول للحقيقه، يبقى يا مستر المنهج. كده انا حليت معاك اول جزء. طبعا انت هتكمل كل ده، هتحل على الفلسفه والدين والعلم كل الاسئله. كتابنا فين؟ موجود في جروب التليجرام، هتلاقي بينزل لك الواجب اللي هو الكلام ده الشرح بالحل، وهتلاقي بينزل لك برضو حل الواجب بس قبل الحصه الجايه او بعد الحصه الجايه، بينزل لك الحصه الجايه بعديها على طول بينزل لك حل الواجب ده عشان تخش تصحح. طب في سؤال واقف قدامك، في سؤال مش مرتاح له، في سؤال مش عارف ايه، يبقى املى الفورم او البيانات، في كده لينك اسمه الفورم فيه البيانات بتاعتك، الاسم ورقم التليفون وكل الكلام ده، املاه عشان نعرف نتواصل معاك ونكلمك ونتابعك زي المنصه بالظبط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.